يا مساء المستعجلين على الحلوين، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. روتين في السريع كده، ما عادش وقت والايام بتقفز بسرعة وما عادش وقت حرفيا. خلاص فاضل يوم ولا اتنين على العيد، فما لحقتش اعمل اي حاجة في اليوم ده بقى يا حلوين. كان عندي، كنت انا اللي معزومة بقى. المرة اللي فاتت كنت انا اللي عازمة، المرة دي انا اللي معزومة. فقلت بقى اعمل شوية حاجات كده قبل ما اروح بقى ايه العزومة كده، بما اني مش هطبخ يعني ولا هعمل اي حاجة. فقلت يلا بقى ايه ابتديها اول اليوم كده نشاط وحيوية مع بعض، وبعد كده نروح للعزومة بتاعتنا، وبعد كده نرجع نشوف هنكمل الفيديو مع بعض بعد العزومة برضو. حبايب قلبي كل سنة وانتوا طيبين، وينعاد عليكم يا رب رمضان بالخير واليمن والبركات، وكل عيد وانتوا طيبين، وكل عيد واحنا مع بعض، وكل تنظيفات عيد واحنا ان شاء الله مستمرين مع بعض. نقول بقى صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على الحلوين، ولايك وشير وسبسكرايب لو اول مرة تشوفيني، وفعلي زر الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله مع بعض. ويلا بينا يا حلوين نشوف ابتدينا الدنيا معايا ازاي. انا طبعا زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده ان انا مش هغسل السجاد بتاعي، انا يا دوبك بس هغسله ان شاء الله بعد العيد، يعني شوية كده عشان عندي كذا حاجة كده عايزة اعملها. وبعد العيد بقى ايه ان شاء الله نبقى نغسل السجاد الكبير كله مع بعضه. اما هنا بقى جبت بقى ايه المشايات الصغيرة والحتت الصغيرة، هي الاكتر حاجة يعني بتتوسخ معايا. فانا جبتها بقى زي ما انتم شايفين كده، وقلت ايه اما اقعد اغسلهم كده واديهم ايه ريحة النظافة. عارفين ريحة النظافة؟ هم دول بقى اللي هياخدوا معانا ريحة النظافة. ف هغسلهم بسرعة كده، مش هياخدوا مني اي وقت ولا اي مجهود. وطبعا انا زي ما انتم شايفين كده كنت نقعاهم بعد العزومة. رحت شايلاهم وحطاهم ايه في قلب البانيو كده ونقعاهم، عشان يبقى معايا سهل الغسيل، ما ياخدوش مني اي وقت. ينزلوا يعني حتى لو التراب الصفرا اللي بتبقى موجودة فيهم، او ينزلوا لو في بقع ولا حاجة اللي هي تبوش معايا، ما ياخدوش معايا وقت في الغسيل. وطبعا بقى هشيل الحفاظات اللي انا حطاها، وطبعا هنشيل كمية هدوم بقى وفرش وملايات. يعني عندنا اليومين دولت غسيل كتير. امال يا نهى لو كنت بقى ايه غسلت السجاد الكبير كمان، كنت ايه اللي حصل لك؟ مش عايزه اقول لكم الحمد لله ان انا غسلت البطاطين التقيله وشلتها وعنتها. وطبعا كمان هطلع الصيفي للولاد عشان الجو حرر شويه، وكمان احنا جايبين لبس العيد صيفي، فمش هينفع بقى ايه يعني نصيف يوم والبقيه اليوم يبقى شتوي. فطلعت بقى ايه الصيفي للولاد كمان كده. يعني شوية شغل محترمين النهاردة. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، بقيت احط السجادة الصغيرة او الشاية بتاعتي الصغيرة، واروح حاطة بقى ايه، حاطة برستيل جل، وحاطة كمان اريال، وحاطة كرول، وعندي كلوريكس كمان. كنت مفكرة الازازة اللي بتاعت الكلوريكس ديت فيها فيها يعني كلوريكس، طلع فيها حبة صغيرين خالص. رحت حاطة عليهم شوية مية كده وحطاهم برضو، هيعملوا شغل جامد معانا. وبعد كده بقلب المكونات اللي معايا دي، وببدأ بقى ايه بيبقى بأي حاجة بقى، بكوباية بأي حاجة يعني انت يعني عاملاها مخصصة في قلب الحمام كده. واروح حاطة حبة واروح عاملة بالمقشة الأول ترغيلي كده، وبعد كده بروح عاملة بقى بالفرشة الصغيرة. وبعد كده بشطفه بقى كويس جدا. بشطف كمان اللون الكحلي ده لأن معظم سجادي كحلي وين بيتي، فطبعا بيبقوا لو ما يعني ما شطفوش كويس جدا بحيث ان هم مشبرين كده، كمان بيكونوا يعني حاسس ان هم مشبرين، اسمها مشبرين كده. المهم يعني ان انا بشوفهم كويس جدا. وغسلت كمان الحفاظات زي ما انتم شايفين كده، وركنتها في قلب. غسلت طبعا، طلعت كل الفرش وغسلت البانيو، وغسلت بقى السجاده بتاعه المطبخ لان هي بصراحه تعبت معايا الشهر ده. فغسلتها وشلت الحفاظات اللي في الصاله بتاعتي او في الركنه. ورحت بقى ايه غسلاها لان هي برضو كانت اتسخت. فرحت غسلاهم كده. وكمان رحت بقى قايله ايه يا ولاد يلا لمولي بقى باسكتات الزباله والحاجات اللي عايزه تتغسل في قلب الحمام. نقعد بقى ايه كده زي ما انتم شايفين، نقعد نغسلهم حبه بريل كده في الجردل بتاعنا، وشويه ميه وشويه كرول، ونروح بقى ماسكين الباسكتات بتاع اعزكم الله الزباله يعني، ونبدا ان احنا نغسلهم كده نديهم حمايه العيد. هبدا بقى ان انا اغسلهم زي ما انتم شايفين كده غسله محترمه يقعدوا معانا من العيد للعيد. احنا ما بنغسلهمش الا من العيد للعيد يا نهى، لا بنغسلهم والله، بس ايه في العيد بقى بيبقى عندك حماس اكتر ونشاط اكتر ان انت تعملي حاجه زي كده. انا بحب اعملهم كده كل فتره عموما، يعني بحب اعمل باسكتات الزباله كده كل فتره، كل شهرين كل ثلاثه اروح ماسكه باسكتات الزباله، وكل حاجه بقى عايزه تتغسل
حتى لو تربو بلاستيك بروح مدخلاه الحمام كده وقاعده وغسلاه. ثبت الهدوم اغسله، باسكت الكمامه بتاع المطبخ ده على طول، يعني ممكن يوم ويوم كل ما يعني اشيل منه الزباله وانزلها ممكن ده يتغسل. الثبت بتاع الهدوم اللي انا بنشر فيه الهدوم، عندي تربو بلاستيك عايز يتغسل بجيبه وبغسله. اي حاجه بلاستيك بقى في قلب الشقه كده وبتتغسل وفي الحمام يعني، واليوم ده كله ميه في ميه كده، فبجيبه وبغسله. صح كده، صح كده، عشان تبقى كل حاجه بقى ايه، نضيفه وزي الفل. عايزه اقول لكم ان انا خلصت من هنا الغسيل ده، وراحت اللمبه بتاعه الحمام طافيه عليا. ايوه، عشان كده مش هعرف اوريكم انا غسلت ايه ولا منظر الحمام عامل ايه. اللمبه زعلت، اللمبه زعلت، قالت لي اشمعنى انا يا نهى اللي مش هتغسليني. المهم يعني ان اللمبه طفت، وهنجيب بقى ايه، كل حاجة عايزة تتغسل هنغسلها ونشنتفها كده ونخليها 100 فل و10. طبعا بعد اللمبة ما طفت بقى وخلصت كل حاجة جوه في قلب الحمام، طلعت بقى ايه، خدت دش كده وغيرت هدومي، عشان هدومي كانت بصراحة مية في مية، فكنت سقعت. وكمان كنت عايزة امشي يعني يعني اروح عند اخواتي وكده، ان انا كنت معزومه هناك. فروحت ايه بقى، ايه لابسه العبايه بتاعتي اللي انا هخرج بيها، ورحت بقى ايه، قلت بقى قبل ما امشي اشغل بقى ايه الغساله كده على الهدوم. طبعا انا غاسله الستاير بتاعتي دي في رمضان وعلقتها، مش هغسلها، الطبقه اللي بره مش هغسلها، الطبقه اللي جوه هي اللي هغسلها، اللي بتبقى على الشباك او على الشيش، هي دي بس اللي بتبقى متسخه هشيلها. بس هستنى بقى جوزي يجي ايه يشيلها لي، لان انا مش هعرف اشيلها، يعني بخاف اقف على حاجه واشيلها، او يعني زي ما بيقولوا كده كسل، فهو يشيلها احسن بقى. فهروح بقى ايه شايله الفرش بقى اللي على الركنه، واشيل الخداديات والمخدات، يعني هشيل كل حاجه كده، واروح حطاهم بقى ايه، مشغله عليهم الغساله، دور في قلب الغساله كده، ونيجي ننشرهم بالليل للصبح، وبعد كده نشوف هنعمل تاني ايه مع بعض. عايزه اقول لكم على الكومنتات الجميله وعلى اللايكات الحلوه بتاعه الفتره اللي فاتت، وعايزه ادي لكل واحد حقه منكم. كل واحد دعالي دعوه، كل حد فيكم كتب لي كومنت حلو، كل حد فيكم حط لي لايك، كل حد فيكم شاف الفيديو بتاعي، كل حد فيكم حبني من قلبه، وبحبكم جدا جدا جدا، وحابه اشكركم جدا جدا على تعليقاتكم وعلى يعني على كل حاجه حلوه بتعملوها علشاني. وكل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وانتوا معايا، وكل سنة وانا فرحانة بيكم وانتوا فرحانين بيا، وكل سنة وانتوا جوه قلبي. يا رب يديمكم في حياتي وافضل معاكم دايما، وتفضلوا معايا دايما. بصراحة انتوا نعمة الاخوات، ونعمة الاهل، ونعمة الصحاب، ونعمة الصحبة الحلوة اللي انا اكتسبتها من السوشيال ميديا ده. مش عارفة اتكلم اقول ايه اكتر من كده، بس كل اللي انا عايزة اقوله ان انا بجد بجد حابة اشكركم على كل حاجة حلوة انتوا بتعملوها او بتقدموها ليا. المهم بقى حلوين ان احنا رحنا على غرفة الصالون هي كمان، وهنشيل كل الحاجات اللي موجودة فيها هي كمان، عشان بقى ايه نشغل بقى يعني ايه الغسالات كده نشغلها كده، ونسيبهم كده يشتغلوا مع نفسهم. مجرد ما نيجي بالليل زي ما قلت لكم همسكهم بقى كل ده، إيه هروح بقى ايه نشراه، يعني الغسالة تخلص اروح غسلة غيره ونشراه. يعني الغسالة اليومين دول بصراحة يا جماعة بتقول انقذوني من الست دي، لان الست دي مفترية اليومين دولت، كل حاجة ما قبلها عايزة ان هي تغسلها. عايزه اقول لكم بقى ان احنا رحنا العزومه وتعزمنا، والحمد لله خلصنا العزومه، وكانت احلى عزومه، يديم علينا لمتنا ومحبتنا يا رب العالمين. جيت بقى بالليل بقى كده، بقى انا بالليل كده، بالليل الساعة كام يا نهى؟ حوالي الساعة 10 11 بالليل. ايوه الساعة 10 11 بالليل. إذ فجأة قلت لا يا بنت يا نهى انت هتنامي، لا ده الاكل ايه كان زي الفل وكابس على معدتك كده، قومي طلعي النشاط والحيوية بقى بتاع الاكل كده على ايه الصالون النهاردة، علشان خاطر ان انت تنجزي في الوقت، لان ما حرفيا ما عادش وقت خالص، الوقت بقى ضيق جدا. وانا بقالي فترة كنت عايزة اشيل الحاجات اللي في الدولاب الفضي ده وامسحه واوديله ترويقة كده، لانه كان المفتاح بتاعه مكسور جواه، فما كنتش عارفة افتحه، فما صدقت ان حد فتحولي، فكنت عايزة ان انا المعه يعني. وكنت عايزه اعمل شويه تغييرات في اوضه الصالون ديت، هوريكم دلوقتي احنا هنعمل ايه مع بعض دلوقتي. بس نشيل بس ايه الحاجات اللعب والانتيكات الاول كده، نحطها على
على الكنبه كده، ونشيل بقى ايه الكاسات والاطقم بقى بتاعتنا الحلوه كده نحطها. جبت الترابيزه طبعا، وهشيل كل حاجه زي ما انتم شايفين كده احطها على الترابيزه، والمع بقى الدولاب بتاعي، او ده المع النيش بتاعي. ده النيش بتاعي يا جماعه. انا كان عندي نيش كبير، وانا قلت قبل كده في فيديوهات قبل كده، انا كان عندي نيش كبير، وكان عندي سفرة، وعندي البار بقى بتاعي ده اللي هو مكتبة، اللي انا دلوقتي هتشوفوه معايا. قلبته مكتبة عشان التلفزيون. الناس القديمة اللي معايا هتعرف ان انا يعني كنت حاطة فيه الشاشة وكده، وكنت حاطاه بالصالون بره في الصالة، وكنت عاملة الأوضة ديت لابني. وكنت حاطه النيش بقى، النيش بالدولاب الفضي دي بالسفره بتاعتي في الاوضه الصغيره اللي انا عملتها حاليا بتاعه ابني، اللي هنشوفها مع بعض واحنا بننضفها للناس الجديده اللي ما شافتهاش. يعني غيرت ديكورات كتير في قلب الشقه بتاعتي. يعني خليت الاوضه دي اوضه صالون تاني، حطيت فيها زي ما انتم شايفين كده الدولاب الفضي، وحطيت فيها كمان المكتبه او البار. وكمان حطيت في قلبها الصالون. كل حاجه مذهبه خليتها ايه مع بعض كده عشان يبقى ايه تنسيق واحد. وعملت الاوضه الصغيره لابني دولابه بسريره على قده كده، بالجزمه الصغيره تحت الشاشة. وخلاص الأوضة على قده، هو يعني فرد واحد، فهي بصراحة الأوضة مقضياه على قده. إنما الأوضة دي كانت كبيرة عليه جدا، واحنا بصراحة كنا عاملينها زي ليفينج كده. كنا حاطين السرير، وكنا حاطين يعني ايه كراسي كده، وحاطين حوالين السرير حاجات كده. بس حسيت بصراحة ان هو ما عندوش خصوصية خالص، وما عندوش يعني ان هو يعرف ينام مننا. او بصراحة الأوضة دي كانت متمرمطة جامد جدا، فقلت لا يلا يا نهى رجعي ايه شقتك بقى ايه ليها نضارتها من تاني، وخلي اوضه الصالون صالون، وغرفه النوم غرفه نوم. وخلي الدنيا ايه يعني زي ما بيقولوا كده، خلي الدنيا ايه ترجع لاصلها. آه المهم بقى، انا حكيت لكم كل التفاصيل. المهم بقى ان احنا هنرص الدولاب الصيني ده بقى بتاعي. طب يا نهى انت حطيتي حاجتك فين؟ زي ما انتوا شايفين كده، حطيتها في الدولاب الفضي ده، وحطيت الباقي في البار من تحت. طبعا الاطقم بقى الكبيره الصيني والاكروبال والبايركس والكلام ده كله، الاطباق والفناجين ده كله تحت في البار من تحت. والدولاب الفضي ده خدت فيه الكوبايات بقى والكاسات والاطقم. وبصراحه شلت اطقم كتير كمان، حطيتها في قلب المطبخ للاستخدام. يعني مش هضحك عليكم برضو، قلت في يعني في حاجات قلت اما استخدمها انا، يعني هتنيني ركنها لامتى او اسيبها لامتى. وكمان بالذات ان في بعض الموديلات يعني ادمت، وفي بعضها ما ادمتش. يعني حسيت ان هي مدتها مش بتقدم خالص، سبتها زي ما انتم شايفين كده. وبدات ان انا اعتز بيها شويه، والباقي دخلته جوه المطبخ. يجي لي ضيف عزيز قوي، يجي لي حد غريب، يعني حد من صحاب يعني جوزي، حد يعني يكون يعني غريب قوي، يعني عايزه يعني اتشرف بالحاجه اللي موجوده عندي، فبطلع منها للضيوف دي. انما احنا بقى كاهل وكاخوات وكاصحاب، فبصب لهم في قلب الكوبايات العاديه. وممكن هم يعني يدخلوا يشربوا زي يوم العزومه كده. هم دخلوا وشربوا وكلوا وعملوا اللي هم عايزينه في قلب المطبخ. وبعد قبل ما يمشوا طبعا كانوا نظفوه. يعني لما بيبقى اهلك ما بتفرقش معاكي الموضوع قوي، انما لما بيبقى عندك ضيف مثلا غريب، فبيفرق معاكي الموضوع قوي ان انت تطلعي ايه احلى حاجه موجوده عندك. تمام كده تمام كده. تعالوا ما نرجع بقى للرصه اللي موجوده عندي. زي ما انتم شايفين كده، في الاول كنت حاطه مفرش واحد كبير في قلب الدولاب الفضي ده، فقلت اغير المره دي واجيب مفرشين صغيرين واحطهم الاتنين قصاد بعض كده. قولوا لي بقى ايه انهم الاحلى كده، ولا المفرش الواحد الكبير وخلاص؟ حطيت فوق طقم كاسات رصاصي مع طقم كاسات ازرق كده، وحطيت تاني رف زي ما انتوا شايفين كده طقم مذهب كاسات كبيرة وصغيرة، وكمان الاستكانات الصغيرة. يعني حوالي 3 اطقم او 4 اطقم مذهب كده مع بعض، اللي هم ايه كل الذهبي مع بعض، كل الفضي والازرق حطيته مع بعض، الملون حطيته مع بعض. يعني عملت ايه تغيير شوية كده في الشكل عموما في ال النيش بتاعي. هسميه النيش بتاعي بقى اهو زي ما انتوا شايفين كده. مش عارفة الشاشة مش ممكن ما يكونش الشكل واضح قوي، بس هوريكم في الاخر من قريب الشكل بقى عامل ازاي.
يلا بقى لو وصلت معايا لحد هنا وعجبك محتوانا وعجبك الفيديو بتاعنا، لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلي زر الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله مع بعض. احلى واجمل اخوات في الدنيا. هكمل رص بقى ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اهو كنت رحت بقى ايه، جبت مفارش، بقيت الطقم المفارش اللي موجود عندي، وبدأت ارص بقى ايه في الكاسات. انا بحب يعني ايه الكاسات بتاعتي ما تبقاش نايمه، عشان خاطر طبعا انا عندي اولاد، وعشان خاطر كمان بخاف ان الحاجه دي تتكسر. دول يعني اغلى حاجه موجودين عندي بقى، خلاص ما عادش عندي اغلى من دولت. يعني مش بحب انيمهم، بحب اوقف واحده انيم، يعني اعمل واحده على وشها، واحده واقفه مظبوطه، اشكل اخلي واحده كبيره وواحده صغيره، واحده ملونه على واحده ساده. يعني بحب ايه، يعني اديهم الرصه بتاعتهم، بس مش انيمهم. تمام كده. هنا بقى كنت ناسيه الطقم الكوبايات بتاع طقم الكاسات ده الازرق، فروحت معدله فيه الشكل تاني. زي ما انتوا شايفين كده، بقيت اي كل ما يعني كل ما الاقي حاجه اعدل في الشكل، كل ما الاقي حاجه اعدل في الشكل، لحد ما خلصت في الشكل النهائي. وهوريهولكوا دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده اهوت بالظبط. هو ده اللي حصل، فاضل بس ايه الرصه الاخيره اهي. يلا استمتعوا معايا بقى بالشكل وجمال ونظافة وكل حاجة حلوة. بصراحة انبهرت بيه بعد ما شفت الشكل. الحاجة مش بتبان غير لما تترص كده وتنضف وتحسي ببهجتها، وبالذات فرحة العيد دي بتبقى حاجة تانية جدا لما ترصي النيش بتاعك او ترصي الدنيا بتاعتك. هنا بقى البار بتاعي كان يمة الباب، دخلته بقى زي ما انتوا شايفين كده جنب الدولاب الفضي او جنب النيش بتاعه كده، يبقوا الاتنين جنب بعض. وحطيت بقى ايه بقية الحاجات اللي عندي كده زي ما انتوا شايفين في المكتبة من فوق. وحطيت بقى ايه طبعا كل ده طبعا يتشال واتنفض كويس جدا واتمسح كويس جدا. وبدأت ان انا ارص زي ما انتوا شايفين كده. هنا كان مكان الشاشة للناس اللي متعرفش او اول مرة تشوفني، فانا شلت الشاشة وحطيتها طبعا بره. فمكانها حطيت بقى ايه الطقم الشمعدان ده والبونبونيرة وطبق الفاكهة. وزي ما انتوا شايفين كده رصيت بقى الحاجات اللي عايزه تترص فوق في المكتبه. اما البار بقى من تحت فحاطه فيه بقى زي ما قلت لكم الصيني، الاكروبال، الحاجات التقيله يعني اللي مش ليها مكان. وبعد كده بقى ايه طبعا علشان انقل البار ده من مكان وكده كان لازم افضي الاوضه شويه. ففضيت الاوضه ازاي يا نهى، طلعت الكراسي بره وسبت الكنبتين، لان طبعا مش هعرف اطلعهم من الباب، كبار جدا عايزين حد يعني يطلعهم. فروحت بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده سبت الكنبتين بس، ورحت بقى ايه كنسة بقى، كنسة محترمة كده، يعني همسح مسحة كده محترمة. وبعد كده هدخل الكراسي بتاعتي وادخل الدنيا. بس طبعا الجو ليل وانا عايزة يعني الشموسة الحلوة كده تلسع في السجادة بتاعتي. طبعا انا بعمل السجادة على ظهرها مش على وشها، عشان طبعا الشمس ما تخليش لونها يجرب كده. فهسيبها بقى ايه لتاني يوم واكمل فرش بقى، واكمل يعني ايه المخدات بقى البسها، لو عندي جايبه طقم جديد للصالون هعمله. يعني ايه التفاصيل دي. اما بقى الستاره ما غيرتهاش ليه انا، زي ما قلت لكم انا مسكت الستاير بتاعتي غسلتها، وبصراحه الستاير بتاعتي بقت يعني ما عادتش حلوه خالص. فان شاء الله ربنا يدينا عمر ان شاء الله هنجددها ونغيرها ونغير ديكور الصالون ده خالص باذن الله مع بعض. بس ادعوا لي كده ان ربنا يعيني ويوفقني وتشوفوا معايا كل جديد. هنمسح بقى مسحه محترمه كده بشويه بقى ديتول بشويه معطر. بس انا النهارده مسحه بكرول، يعني اليوم ده مسحت بكرول. وتاني يوم بقى الصبح بقى اما اجي افرش السجاده بعد ما تشمس بقى تشميسه محترمه كده، هبدا بقى اجيب معطر والمعها التلميعه بتاعتها. وبعد كده هفرش السجاده بتاعتها. ما تروحوش في اي حته واستنوني في جزء تاني وتالت من التنظيفات دي، ممكن تنزل ورا بعض يوميا، وممكن كمان يبقى في فاصل. حتى لو في العيد هنزل لكم التنظيفات اللي انا عملتها. انا تعبت يا جماعه في التنظيفات دي، فلازم تستحملوني وتشوفوا معايا الشقة بقى شكلها عامل ازاي. اقل حاجة فيها يا جماعة بتعمليها بيبان عليها النظافة وبيبان عليها التغيير ويبان عليها ريحة النظافة وريحة يعني مش عايزة اقول، مش عارفة اوصف لكم فرحتي بيها بعد ما نظفتها. طبعا احنا بنعمل روتينات كتير بالنوعية دي، بس فرحتها في العيد بتبقى حاجة تانية خالص. ايه رأيكم بقى؟ قولولي تحت في الكومنتات. اسيب الكنبة زي ما هي كده، الكنبتين زي ما هي كده، واحط الكراسي تحت الشباك،
ولا احط الكنبه الصغيره هي اللي تحت الشباك، واحط الكراسي اليمه دي. مستنيه رايكم تحت في الكومنتات بقى قبل ما افرش السجاده على طول اهو زي ما انتم شايفين كده احلى، ولا هجيب الكنبه هي اللي تحت الشباك واجيب الكراسي اللي هي اليمات دي، وشكل الاوضه كده احلى، ولا كان شكلها في الاول هو اللي احلى؟ مستنيه رايكم في الكومنتات، ولايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس يوصلك اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله مع بعض. واشوفكم في امان الله. دمتم في هنا وصحة وسعادة، احلى واجمل اخوات في الدنيا. مع السلامة.